الرحمن الرحيم. اهلا ابنائي طلبه الصف الخامس الابتدائي. النهارده باذن الله هنحل تدريبات سلاح التلميذ اختبر نفسك صفحه 19 اللي هي على الدرسين الاول والثاني. يلا بينا مع بعض. اهم حاجه قبل ما نبدا نحل لازم تكون كل اللي بيتابع معانا يكون شاف شرح الدرسين قبل كده، يعني احنا ده حل قبل كده في شرح للدرسين. هنحاول نبسط المعلومه برضو عشان تفهموها، بس لازم ان انتوا تشوفوا شروحات الدرسين اللي فاتوا. طيب هنا اول سؤال بيقول لي ناتج تقدير 4/9 زائد 9/10 باستخدام الكسور المرجعيه. لازم افكرك ايه الكسور المرجعيه اللي كنا بنرجع لها. الكسور المرجعيه عندي اعداد مميزه زي الصفر والنص والواحد الصحيح، يعني الكسر بتاعي لو قريب للصفر بنقدره بصفر، لو قريب للنص بنقدره بنص، ولو قريب للواحد بنقدره بواحد. طيب انا دلوقتي عندي هنا 4/9. 4/9 التسعة نصها كام؟ نصها 4.5، يبقى الأربعة قريبة من 4.5 اللي هي نص التسعة، فهنقدر 4/9 دي بنص. تمام. طيب زائد، بنحط زائد خلاص عشان هو بيجمع. 9/10 التسعة قريبة من المقام اللي هو 10، عشان يعني لو هي 10/10 فبتكون 1، فالتسعة قريبة من 10 يبقى هتتقدر انها تبقى واحد صحيح، لانها قريبة من المقام اللي هو 10، فكأنها 10/10 فبنقدرها للمقام اللي هو 1. فانا لما اقول نص زائد 1 يعني 1.5، يعني هنختار الاختيار د. بعد كده بيقول لي الكسر المكافئ للكسر مكافئ يعني بيساويه، مكافئ بيساويه وله مقام مشترك مع الكسر 8/21. ماليش دعوه بالكسر 8/21 ده خالص، غير ان هو مقام الكسر ده بيساوي مقام الكسر ده، لانك بيقول لك له مقام مشترك. تمام، يبقى انا هحط كسر مقامه 21. ماشي، بس الشرط بتاعي انه يكون مكافئ للكسر 3/7. طب السبعة بقت 21، يبقى هي اتضربت في كام؟ يبقى هي اتضربت في 3. يبقى انا ضربت المقام في 3، يبقى المفروض اضرب البسط في 3، لاني بضرب في عدد على نفسه كاني بضرب في واحد صحيح. يبقى انا الكسر المكافئ ل3/7 ومقام 21 هو اللي هيبقى البسط 3 في 3 ب9، يعني 9/21، والمقام خلاص هو قال لي مكافئ للكسر ده، بس المقام 21. فاحنا المفروض نختار في الاختيار 9/21. تعالى بقى نشوف 9/21 اهي موجوده معايا الاختيار الف. بعد كده بيقول لي ناتج تقدير 10/12 ناقص 4/5. 10/12 نص ال12 6. طيب ال10 بعيدة عن ال6 لكنها أقرب لل12، يعني كأنها 12/12، فاحنا هنقدر ال10/12 دي بإيه؟ بواحد صحيح، لأن البسط قريب قوي من المقام، قريب من ال12. ناقص 4/5 نص ال5 2.5، لأن ال4 بعيدة شوية عن ال2.5، أقرب لل5 اللي هي كأن 5/5 يعني واحد صحيح، فال4 أقرب من لل5 يعني أقرب من المقام، فكأن هنا 5/5 يعني بنقدره برضو بواحد صحيح. ده طرح 1 ناقص 1 هيدينا 0، يبقى نختار الاختيار ب. بعد كده نشوف رابع واحدة معايا. بيقول لي أصغر مقام مشترك للكسرين نص و2/5. انت لو جيت تبص هتلاقي ان الاتنين ده عدد أولي والخمسة عدد أولي. الاتنين ما تقدرش تخليها 5، ولا ال5 تقدر تصغرها وتخليها 2، وبالتالي هي الاعداد الاوليه اصلا عشان تجيب لها مقام مشترك فانت بتضربهم في بعض. كنت قلت كده في حصه الشرح، يعني قلت طرق كتير بدل ما نقعد نروح نجيب بقى الميم الف للعددين، لا 2 في 5 ب10، يبقى المقام المشترك لهم المفروض يكون 10. طب انت خليت ال5 10 يعني ضربتها في 2. تمام. هو قال بيسالني عن اصغر مقام مشترك للعددين، خلاص هو 10، بس انا بختار له المقام 10. بعد كده بيقول لي الكسر 6/11 اقرب الى الكسر المرجعي مين؟ ال11 نصها 5.5، نصها 5.5. ال6 قريبه قوي لل5.5، بعيده عن ال11، ما هي لو 11/11 قريبه من 11 يعني هتبقى واحد صحيح. قريبه من الصفر، يعني لو 1/11 او 2/11 كنا هنقدرها بصفر، لكن ال6 قريبه قوي من ال5.5 اللي هي نص ال11، فده بيكون اقرب للكسر المرجعي نص اللي هو الاختيار ب. بعد كده بيقول لي ده علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه غلط امام العباره الخطا. بيقول لي 4/7 زائد بيساوي، احنا نقدر الاول. هو بيقول بتقدير، هنشوف تقدير ده اكبر قيمه ولا اقل قيمه. 4/10 ال4 بعيده عن ال10 بس قريبه من ال5 اللي هي نص ال10 صح، فاحنا هنقدر هي اقل بقى من ال5، فاحنا هنقدرها بتقدير اعلى، هتبقى 4/10 دي كانها نص، بس اتقدرت بتقدير اعلى، خليك ركز معايا قوي، فهتبقى نص. تمام. زائد 6/7. ال6 قريبه قوي من ال7 اللي هو المقام، بعيده عن نص ال7 اللي هي 3.5، اقرب لل7 اللي هو المقام بس اقل منها شويه، فهنعتبرها كانها 7/7 هتتقدر بواحد صحيح. يعني انت عندك ال4 كانت اقل من نص ال10 بس انت قدرتها بنص عشان هي اقرب لنص. ال6 كانت اقل من ال7 اللي هي 7/7 بواحد، بس انت قدرتها بالقيمه الاعلى اللي هي 1.
يبقى انت لما قدرتها بقت 1 زائد نص ادتك 1 ونص. وهنا تقدير بقيمة اكبر، ايوه، لان انا الاربعة على 10 هي ما كانتش 5 على 10 اللي هي نص، بس قدرتها بنص، والستة على 7 هي ما كانتش 7 على 7 اللي هي 1 صح، لكن انا قدرتها بالقيمة الاعلى اللي هي 1. فهنا التقدير بقيمة اكبر، قدرنا بقيمة اكبر شوية. طيب هنا بيقول لي 2 على 5 و1 على 3 بيقول لي يساوي تقريبا 1 بقيمة اقل. نقدر الاول ونشوف. الاتنين اقل من نص الخمسة، نص الخمسة 2 ونص، تمام، بس هي قريبة منها فاحنا هنقدرها بنص. هنقدر 2 على 5 دي بايه؟ بنص، ماشي، زائد التلت. التلت ده نص التلاتة، نص المقام 1 ونص، نص التلاتة اللي هو المقام ايه؟ 1 ونص. بس انا عندي 1 هي قريبة من 1 ونص، فانا قدرتها برضو بالايه؟ بالنص، ماشي. يبقى انت عندك كان 2 على 5 مش 2 ونص على 5، بس احنا قدرناها بالنص لانها اقرب منها، هي اقل منها شويه بس اقرب منها. والتلت قريبه من 1 ونص على 3 اللي هي النص، فقدرناها بالنص اللي هي اعلى شويه. يبقى انا هنا نص ونص ادتني 1، بس ده مش تقدير بقيمه اقل. ليه؟ لان انت عندك عشان 2 على 5 كانت اقل من النص بس انت قدرتها بنص، 1 على 3 كانت اقل من النص بس انت قدرتها بنص، فهنا ده تقدير بقيمه ايه؟ اكبر. يبقى الاجابه هنا ايه؟ غلط. بعد كده بيقول لي الكسر 7 على 8 اقرب الى الكسر المرجعي 1. لان عشان الواحد هو 8 على 8. طب ما هي 7 على 8 قريبه قوي من 8 على 8. طب يمكن تكون قريبه من النص. لا، النص هيبقى ايه؟ 4 على 8. لا، السبعة بعيدة عن الأربعة، وبعيدة طبعا عن الواحد على 8 اللي هي الحاجات القريبة من الصفر. فهنا بنقول ده أقرب للكسر المرجعي 1، بنعمل له صح. نشوف السؤال الثالث بقى. بيقول لي قدر الكسور التالية ثم اوجد الناتج بايه. استخدم بقى الكسور المرجعيه اللي هي 0 ونص و1 اللي انا عماله استخدمها من ساعتها. قال لي 12 على 11. هل ال 12 ده هي اكبر من المقام اللي هو 11؟ يعني انا عندي لو 11 على 11 ده بيديني 1، بس ال 12 اكبر منها شويه صغيرين فبنقدرها ب1، تمام. 1 على 10 لا، دي بعيده قوي عن نص ال10 اللي هي 5 على 10، وبعيده قوي عن ال10 على 10 اللي هي 1 صح، فقريبه من الصفر. فانا اقول له 1 زائد 0 بيدينا 0. بعد كده 1 على 6. نص الستة 3. لا، الواحد بعيد عن التلاتة، البعيدة عن التلاتة اللي هي بتبقى نص الستة، يعني بعيدة عن انها تتقدر بنص، فهي اقرب للصفر، ماشي. 4 على 3 دي اكبر من 3 على 3 اللي هي الواحد الصح، بس اكبر منها بشوية، يعني هي قريبة من الواحد الصح لكن بعيدة قوي عن النص وبعيدة عن الصفر، فهنقدرها ب1. هيبقى 0 زائد 1 1. هنا اللي بعد كده 4 على 7. نص السبعة 3 ونص، نص السبعة 3 ونص. الأربعة قريبة أوي من 3 ونص، بعيدة عن السبعة، بعيدة عن الواحد أو الاتنين اللي هما بيتقربوا لصفر، فهنقرب دي بنص. طيب زائد 2 على 3. نص التلاتة 1 ونص. الاتنين قريبة من الواحد ونص، يعني هنا أقرب للإيه؟ للنص، فهنقول نص ونص اديلنا 1، ماشي. طيب 5 على 4 كبيرة عن 4 على 4 اللي هي 1، بس هي طبعا كده يبقى بعيد قوي عن النص وبعيد عن الصفر بس أقرب للواحد أهي. ناقص 5 على 8. نص ال8 4. طب 5 على 8 قريبة قوي من 4 على 8، بعيدة من 8 على 8 وبعيدة من 0 على 8، فهنا أقرب لنص، فهقول له 1 ناقص نص بيديني نص، تمام. 5 على 9 قريبة للنص. ليه؟ لأن نص ال9 4 ونص، ماشي. فال5 أقرب ل4 ونص لكن بعيدة عن ال9 وبعيدة عن الصفر، فهنقدر 5 على 9 بنص. ناقص 3 على 8. نص ال8 4. 3 على 8 قريبة قوي من 4 على 8، فهنقول ان هي ايه؟ نص برضه. نص ناقص نص يديلنا 0، ماشي. طيب هنا بيقول لي 3 على 4. ركز معايا في 3 على 4 دي. انت عندك لو عندك خط الاعداد، ماشي، لو انت مقسمه ل4 هنا كده النص اللي هو 2 على 4. 2 على ايه؟ 4. وهنا كده 0 وهنا 1 على 4 وهنا 3 على 4 وفي الاخر كده بنقول 1. هتلاقي ان انت عندك ال3 على 4 اللي هو جايبها ده بينها وبين النص خطوة، وبينها وبين الواحد الصحيح اللي هو 4 على 4 خطوة برضو. طب انا هقدرها بنص ولا هقدرها بواحد؟ والله لو واحد جه هقدرها بنص هو صح، لو واحد جه هقدرها بواحد هو صح، بس انا هقول لك على حاجة، روح دايما للاعلى افضل، يعني عشان كمان انت هتطرح، فاحنا هناخدها انها اقرب للواحد الصحيح، تمام. هو انت لو عملتها نص هو صح، بس انت هتطرح خدها للاعلى اللي هو الواحد الصحيح، لان طالما نفس المسافة هنا التلات ارباع واقف ما بين النص والواحد، واقف نصهم بالظبط، ماشي. يعني هو بينه وبين النص خطوة وبينه وبين الواحد خطوة، فاخدها على الواحد.
ناقص 2 على 5. نص الخمسة 2 ونص، صح؟ يبقى 2 على 5 قريبة من النص، فاقول 1 ناقص نص بيديلي نص. بكده احنا خلصنا اول اختبر نفسك معانا صفحة 19. يا رب تكونوا فهمتوه. باذن الله هنحل من كتاب الاضواء كمان، يعني انا هحل من سلاح التلميذ والاضواء عشان اللي معاه سلاح التلميذ يعرف يتابع واللي معاه الاضواء يعرف يتابع. وباذن الله هنشرح، هنزود حصص الشرح شويه في خلال الترم، يعني بعد ما الاجازه تخلص هنزود حصص الشرح شويه باذن الله عشان نلحق نخلص المنهج. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات. طبعا كمان على صفحتنا متعه الرياضيات على الفيسبوك عشان بتستفادوا اكتر، فيها اختبارات بننزلها الكترونيه، وكمان اي استفسارات هنرد عليها هناك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.